وزير الدفاع التركي تحدث قبل أيام عن عودة شمال العراق إلى البيت التركي، وهذا يحدثني يعني يذكرني بمقولة صدام حسين: عودة الفرع إلى الأصل، عندما تحدث عن الكويت وغزا الكويت قال عودة الفرع إلى الأصل. طبعا كما تعلمون العراق يمر بأزمة، وهذه الأزمة خطيرة، اقتصادية، مالية، وكذلك صحية وبائية. العراق خضع أكثر من 600 سنة تحت النفوذ التركي. في كل سنة من هذه السنوات تحدث ثورة أو ثورتين. كان أخطر هذه الثورات تلك التي انطلقت في كربلاء، وقام ناطق باشا على أثرها بقتل كل المتواجدين، واللي كان عددهم 10,000 واحد. لم يهدأ العراق في تاريخه. وأضرب لكم مثل آخر، أنه من 1921 تأسيس الدولة العراقية إلى 1991 هل سمعتم يوما من الأيام حدث هدوء أو استقرار في شمال العراق؟ في هذه المسالك الضيقة والوديان والجبال هزمت جيوش. لذلك أقول عليهم أن يقرأوا التاريخ. نعم، أنهم حققوا انتصارات في طرابلس، بنوا لهم قاعدة في الصومال، تعاونوا مع بعض الأطراف في اليمن، حركة الإخوان المسلمين، لكن لا يعني هذا الانتصار دون قراءة، دون دراية. عليهم أن يعيدوا أسباب هاي الانتصارات شنو، ليش أمريكا أطلقت لهم الحبل العنان. جيش عندهم بسوريا، جيش بالعراق، جيش في ليبيا، قوات عندهم تدريب موجودة في الصومال، تدرب الجيش الأثيوبي، في دول أخرى في أمريكا اللاتينية. شنو السبب؟ السبب هو إنهاك قوة وإضعاف وتدمير اقتصادي. شوفوا الليرة التركية وين وصلت. نعم، تركيا أنتجت طائرات، أنتجت معدات، لكن اقتصادها وصل إلى مراحل خطيرة جدا. إذن هي عملية استنزاف. الولايات المتحدة الآن تريد أن تستنزف تركيا، ولا يمكن للقوى الغربية أن تسمح لتركيا من تجاوز الخطوط. هناك خطوط معينة في السياسة على الجميع أن يفهمها. لا يسمح. قالوا لصدام، قالوا له لا تتجاوز هذه الخطوط، تجاوز، ماذا كان مصيره؟ لذلك على وزير الدفاع والحكومة التركية أن يتعاملوا مع الحقائق التاريخية. الشعب العراقي لم يعرف مفهوم الدولة في ذلك الوقت، وقدم يعني تضحيات ومعارك وحروب خاضها بالأسلحة التقليدية مع الجيش التركي العثماني. الآن هو يهدد بالسيطرة على هذه المناطق، وكأن هذه المناطق ليس فيها شعب ولم تكن خاضعة إلى دولة. أقول على رئيس الوزراء، الرئيس التركي ورئيس وزراء، وزير خارجيته، وزير دفاع، عليهم أن يقرأوا التاريخ جيدا. نعم، هناك بعض الأشخاص الذين يدعموهم داخل العراق، لكن لا يعني أن الشعب العراقي واقف مع تركيا. الآن نتعرض إلى هجمة من تركيا. لا تعبثوا بالنار، فإن النار تحرق صاحبها في بعض الأحيان. وإياكم بالمجازفة كما جازف صدام جازف كثيرا، وكانت المحصلة تدمير العراق. فلا تدمروا تركيا.